بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة السردين طبيقات على طريقتي. أول حاجة نديروها، نحكم بول، ندير فيه 2 ملاعق تاع طوماط كونسونطري، طماطم مصبرة، نزيد عليها الثوم، 2 فصوص ثوم مربيين، شوية قزبر، نزيد شوية نعناع يابس. هذا هو المكون السري اللي يزيد له البنة. نزيد عليه شوية كمون وشوية فلفل كحل ونزيد الملح، ومن بعد نخلطهم مليح بهذه الطريقة. هذا هو السردين تاعي اللي نقيته من قبل وحطيته في الفريجيدير، حطيته فوق بعض التطبيقات باش يجيني سهل في الخدمة. نقبضوا حبة، طبيقة، نعمروها بهذيك لافاغ، ما نقوش بزاف، شوية برك، نحطوها فوق وقتها. نسيو نخيروا دائما حبة تاع السردين اللي يكونوا متساويين هكا، باه تجينا طبيقة شابة، ماشي ندير وحدة صغيرة وحدة كبيرة كما كنتم تشوفوا معايا. ومن بعدها هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها في الأخير بعد ما عمرته كامل. حكمت الطبسي ودرت فيه شويه فارينه، ماشي بزاف، شويه برك، درت لها شويه ملح، ملحتها مليح. من بعدها نقبض هذوك الطبيقات تاعي ونفوتهم في الفارينه، ومن بعد نديرهم في الزيت. لازم المقله نكون درتها تسخن بالزيت قبل ما ندير السردين تاع الفارينه. غير نديرو في الفارينه، نديرو ديريكتومون في الزيت. كي يحمر لي من التحت نعاود نقلبوه باش يحمر لي من الفوق، ومن بعد اسمها بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحط فوق بابي سيرفيات باش يشرب لي الزيت هذيك، تحصلوا على هذه النتيجة. ومن بعد نحطه هنا في طبق التقديم. شوفوا كيفاش جاني داير.